مساء الفل، عاملين ايه؟ عايزه اقول لكم ان انا كنت قاعده بتكلم مع نفسي وقلت عن التحويش والتوفير. فقلت بدل ما اتكلم مع نفسي ليه ما اتكلمش معاكم، ليه ما احكيش وافضفض معاكم. عايزه اقول لكم، اطلب منكم، هديكم شويه اسئله كده زي واجب هتجاوبوني عنه في الكومنتات. كل واحده هتكتب لي عنه في الكومنتات. بصي بقى يا ست الكل، كلنا بنواجه صعوبات في التحويش، وفي وقت تاني بس كده عايزه افهمك منه حاجه بالظبط كده. ايه اللي بيقف قدامك لما بتكوني عايزه تحوشي؟ بقعد اقول لنفسي يا سلام، ولو معايا الفلوس ديت واقدر اشتري بيها حاجه في نفسي كذا او كذا، بس انا مش قادره اقاوم الشراء. يعني كل ما اشوف حاجه قدامي حلوه لازم اجيبها. المصاريف كتير عليا ومفيش حاجه بتتوفر اصلا للتحويش. مش عارفه اختار ايه عشان احوش عشانه، بس بحس كده ان ماليش نصيب في الفلوس. مهما احوشها بروح اخدها وبخلصها وبصرفها بسرعه. لو انت حاسه ومتاكده وواثقه ان الكلام ده بيوصفك، يبقى لازم نتكلم مع بعض بصراحه. يعني لازم نشوف حل وطريقه ذكيه تقدر توفر لنا في الفلوس. اول حاجه الاستعانه بالله. استعيني بالله. الاستعانه ديت عباده لوحدها. تقدري تستعيني بالله في اي حاجه تعمليها. عارفه اي شيء بسيط في حياتك، اي حاجه احكيها مع ربنا وربنا هيسمعك وهيستجاب لك. ما تشوريش على حد، شوري على ربنا وقولي كل حاجه لربنا. اما نعمل حاجه يا جماعه لازم نقدم المشيئه. قدمي المشيئه الاول، قولي ان شاء الله. برضو من الاخطاء اللي احنا بنقع فيها هي عدم التخطيط. يعني ممكن نبقى نازلين السوبر ماركت زي كده يعني، والاقي نفسي اصلا جايبه حاجات انا مش محتاجاها. ماشي، فانا بطلب منك ان انت ترسمي او تكتبي ميزانيه واضحه لمصروفاتك. ما تعمليش حاجه فوق طاقتك، على قد لحافك مد رجليك. ما تخافيش، بالعزيمه والاراده هتقدري ان انت توصلي لهدفك. بحس ساعات ان انا بيبقى عندي خوف من المستقبل، اني لازم اصرف فلوسي كلها عشان انا مش عارفه بكره هيحصل ايه. هقول لكم بقى على الاسئله اللي انا عايزاكم تجاوبوني عليها في الكومنتات. ايه اكبر مصروف ممكن تعمليه كل شهر؟ ولو مصروف بسيط، لو جنيه واحد، اكتبوه لي تحت في الكومنتات. وايه الحاجه اللي بتحبي تشتريها، اكتر حاجه نفسك فيها، نفسك تجيبيها؟ ولو حطيتي هدف قدامك، هل الهدف ده هيحفزك ولا لا؟ اكتبي لي برضو في الكومنتات. تمام يا ست الكل، انا معاكي عشان نساعد بعض واساعدك ازاي تحبي التحويش وتقدري توفري. هقولك على حاجه، لازم تفهمي ان التحويش مش حاجه صعبه ولا حاجه مستحيله. بالعكس يا بنات، انا بحس ان التحويش ده حاجه بتديني راحه نفسيه. بحس ان انا بقدر انجح في حاجه، حتى لو انا حاسه ان انا ما بنجحش في اي حاجه. مش عايزه اقول فاشله، الكلمه دي بتعصبني. ماشي، عايزه اقولك حاجه تاني حاجه، لازم نحط هدف واضح. ماشي، ما تحطيش هدف فوق امكانياتك ولا فوق طاقتك. يعني سؤال بسألهولك ويا ريت تجاوب عليه في الكومنتات. يعني عايزه تحوشي ليه؟ انا ممكن عايزه احوش عشان عايزه اشتري حاجه معينه، او ممكن ناس تانية، ستات تانية يعني، تبقى عايزة تحوش لانها تبقى عندها استعداد لأي ظرف طارئ، يبقى معاها فلوس ما تروحش تستلف من حد او تندين لحد. كل ما كان هدفك واضح، كل ما كان التحويش اسهل بالنسبة لك. بقى يا حبيبة اختك، التحويش ده زي ما بيقولوا كده، قطرة على قطرة بتملى بحر. ابدأي بأي حاجة بسيطة، حطي هدفك قدامك. كل ما تحققي حاجة صغيرة هتبقي عايزة تكملي. ما تنسيش تكافئي نفسك كل فترة عشان تبقي مبسوطة ومستمرة في التحويش. وان شاء الله انا هقول لكم على فيديو جديد هينزل ان شاء الله بكرة، في تحدي حلو قوي هعمله معاكم. بس لو لقيت لايكات وكومنتات حلو قوي منكم، ما تنسوش الاسئله اللي انا اديتها لكم واجب تنزلوا تجاوبها لي تحت في الكومنتات. انا هقوم انام لان العيال عندهم اسبوع امتحانات، فادعي لهم ربنا يوفقهم ويوفق عيالكم يا رب، ويوفقني معاهم لان انا تعبانه معاهم قوي في المذاكره يا ولاد. العيال مش عايزين يذاكروا والمدارس طحناهم كده، بس يا ربنا يعينهم. ويا رب كل ست بيت تحقق اللي هي بتتمناه. اي حاجه هي بتحلم بيها ربنا يحققها لك يا رب، ويرزقك بيها من حيث لا تحسبيها او تدري ان هي جايه لك منين.
بس انصحك بالصلاة على النبي وكثرة الذكر. اذكري الله في الكومنتات. انا ارتحت لما قلت الكلمتين دول واتكلمت معاكم قبل ما انام. حسيت ان الاسئله دي بتدور في دماغي وعايزه اديها لكم عشان كمان، وانصحك برضو شويه نصايح حلوين. واللي حاسه ان الكلام اللي انا قلته في اول الفيديو بنطبق عليها، حاولي تاخدي النصايح اللي في الفيديو. انا مش عايزاكي تكوني مكتئبه ولا زعلانه، بالعكس انا عايزاكي تكوني دايما مبسوطه، وانا يعني حاسه ان انا بديكي طاقه ايجابيه. فيا ريت ما تنسيش الاشتراك في القناه لو عايزه تكملي العيله بتاعت ام محمد ومحمود وتنضمي لها. يبقى ربنا جزاكي خير، وربنا يوفقكم في حياتكم ويكرمكم ويعيننا. وان شاء الله باذن الله زي ما قلت لك التحويش مش مستحيل، هو هدف، وان شاء الله باذن الله هنقدر نوصل. قولي على الطريقه اللي انت بتحوشي بيها، بتحوشي بالقلم والورقه ولا ايه الطريقه اللي انت بتحوشي بيها؟ اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات كتير باذن الله. مع